حضرتي اجنده السنه الجديده؟ انا بقى جايه اقول لك مش محتاجينها خالص وارميها احسن. تعالوا بقى نتكلم بجد ازاي نقدر نخطط للسنه الجديده بشكل صحيح. انا لجينة خالد وانتي بتتفرجي على قناتك انتي. في القناه هنا هنتكلم عن كل حاجه تخصك، احلامك واهدافك وشخصيتك ونفسيتك وافكارك، الالف حاجه اللي وراكي ونفسك انك توازني بينهم. فيديوهات كتيرة جدا بتكلمنا عن ازاي نقدر نخطط للسنة الجديدة بشكل صحيح وسليم. حضري اجندتك وابدأي اكتبي اهداف السنة وقسميها لجوانب حياتك المختلفة وحطي هدف في كل حاجة منهم وابدأي ان انت امشي عليها واحدة واحدة، صح؟ ده الكلام التقليدي اللي انا قعدت سنة واتنين وتلاتة احاول اطبقه، وفي كل مرة كنت بفشل فشل ذريع اني احقق الاهداف بتاعتي. لحد ما في مرة قررت ان انا كده اقعد مع نفسي، والكلام ده كان بالظبط من سنتين. كانت كل حاجة ساعتها وقتها في حياتي متلخبطة ومش زي ما انا عايزة، لا جانب العلاقات بقى متظبط، ولا جانب النفسية متظبط، ولا جانب الشغل متظبط، يعني كان كوليكشن كده فظيع بصراحة. فقررت ان انا اقعد مع نفسي وانعزل خالص عن كل حاجة حواليا وافكر بجد، هو انا عاوزة ايه الهدف اللي انا من جوايا فعلا عاوزاه، مش الهدف اللي حاساه هيبقى حلو وجميل وبيشد الناس، ومش الهدف اللي حواليا بيقولوا لي هو مناسب ليا ولشخصيتي، لا الهدف اللي انا من جوايا عاوزاه، الحاجات اللي انا نفسي بجد احققها في حياتي. وعلى فكره هما مش حاجه ولا حاجتين، انت عندك جوانب كتيره قوي في حياتك، وفي كل جانب منهم نفسك انك توصل لنقطه معينه. وقررت كمان اني ابقى عارفه ومتاكده اني بشر وانسانه، مش هقدر اكون بيرفكت في كل حاجه، ومش هقدر احقق كل اللي انا عايزاه في كل جوانب حياتي، واني لازم اكون واثقه ومتاكده ان اي قرار انا باخده في المقابل انا بقرر اني اضحي بحاجه تانية. لما فهمت الكلام دوت واستغرقت الوقت ده اني اقعد واستوعب نفسي، وقتها بجد دي كانت نقطه تحول كبيره في حياتي. والحمد لله بعديها ربنا وفقني في حاجات كتير وفي جوانب كتير ما كانتش ظابطه خالص، لاني بقيت عارفه انا عايزه ايه من كل حاجه منهم. بقيت عارفه في جانب الشغل ايه بالظبط اللي انا عايزاه، مش عايزه ان انا اوصل لاعلى بوزيشن والاعلى حاجه رغم اني عارفه ان الفتره دي ممكن ما اقدرش ان انا اوفر ده، فابقى بحمل نفسي لود مش منطقي لمجرد اني ارضي الناس اللي حواليا، او يبقى الصوره العامه بتاعتي ان انا وصلت لبوزيشن فظيع في سن صغير. اوكي، لا انا بدات احط هدف مناسب مع شخصيتي ومناسب مع الظروف اللي انا بعيشها، صح؟ يبقى لازم تكون الاهداف بتاعتك منطقيه، ولازم الاهداف بتاعتك تكوني مراعيه فيها الظروف اللي حواليكي. بجد كان نفسي حد يقول لي الكلام ده من كذا سنه، لاني اخدت وقت طويل جدا بحاول بس بحاول بشكل غلط. عارفين الموضوع عامل شبه ايه بالظبط؟ كانك ماسكه بيبي 6 شهور وبتديله قلم وبتقول له يلا حبيبي اكتب بيه، فالبيبي بيمسك القلم وبيقعد يعضعض بقى ويحطه في بقه، فانت مستغربه واخده منه القلم. لا يا حبيبي، القلم ده بنكتب بيه كده، وبتمسكي ورقه وبتقعدي تكتبي قدامه. طبعا لو لقيتيني بعمل حاجه زي كده وانت بص عليا من بعيد تقولي دي اكيد مجنونه، ايه اللي تعمله ده؟ مهما قعدتي تعلمي البيبي ازاي يمسك القلم ويكتب، هو ما عندوش القدره على ده، مش هيعرف يمسك القلم ويكتب. احنا نفس الكلام، مش هعرف احقق اهدافي لمجرد ان انا خططت للاهداف دي. انا لازم ابقى الاول متاكده من الاهداف اللي انا عايزاها وحاطه اهداف صحيحه، مش مجرد ان انا حاطه اهداف وخلاص. انا عايزه احفظ القران كله في سنه، وعايزه ابقى الاولى على الدفعه بتاعتي، وعايزه الاقي تدريب في شركه كبيره، وعايزه الاقي شخص مناسب ارتبط بيه. كل ده عايزه احققه في سنه؟ اكيد لا، صح؟ يبقى المشكله فين؟ ان انت عاوزه وعاوزه 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 وعاوزه، تشتت، عايزه كل حاجه في الدنيا، في الاخر السنه بتخلص وانت ما حققتيش اي حاجه. وهو ده النصيحه اللي انا بجد جايه اقولها لك، وحقيقه هتفرق معاكي. ساعتين بس ممكن يغيروا السنه الجديده ويخليها بدايه انطلاق حقيقيه ليكي انت ولهدفك انت. لو قعدتي وعزلتي نفسك عن كل حاجه حواليكي، قفلتي موبايلك، قلتي كده، دخلتي اوضتك وقفلتي الباب عليكي وقلتي لو سمحتوا يا جماعه سيبوني، انا مش عايزه حد يخبط عليا خالص دلوقتي، انا محتاجه اقعد مع نفسي شويه. وبداتي ان انت تقعدي وتطلعي بقى كل الافكار اللي في دماغك والحاجات اللي كان نفسك فيها من وانتي صغيره والاهداف الكتيره بقى، وتبداي تشيلي بقى، تشيلي يلا نقي بقى منهم، ده لا ده مش عاوزاه، ده مش اللي انا عايزاه، لا دي فكره اترمت في دماغي بس مش في حقيقه الامر ده اللي انا نفسي فيه. فلتري الحاجات دي كلها، في الاخر
هتلاقي نفسك طلعتي كده بايه، باربع خمس حاجات هم دول اللي بجد انت عاوزاهم. لما بقى توصلي للمرحله دي وتبقي محدده فعلا الهويه اللي انت عايزه تخليها لنفسك وشخصيتك الحقيقيه اللي انت عاوزه تنميها، ساعتها بس ابدأي شوفي الفيديوهات بتاعت ازاي بقى تخططي بشكل صحيح، وازاي تقسمي الاهداف دي لستبس معينه تمشي بيها عشان توصلي للحلم اللي انت عاوزاه، وكل الحاجات دي. وباذن الله انا ناويه اعمل فيديو عن التخطيط ده للسنه الجديده. ولكن قبل ما تخططي للسنه الجديده كان مهم جدا ان انا اعمل الفيديو ده وانصحك نصيحه هتفرق معاكي وهتغير لك حياتك تماما زي ما هي غيرت حياتي. وكده نبقى وصلنا لنهايه فيديو النهارده. ما تنسيش تعملي شير ولايك وسبسكرايب واستنيني في فيديو جديد.